كشفت الفنانة التونسية ريم الرياحي لأول مرة كواليس وتفاصيل اتهامها بالخيانة الزوجية واقتحام القوى الأمنية لمنزلها واقتيادها إلى وحدة أمنية رغم عدم ثبوت واقعة الزنا، على عكس ما أوجه عنها. قالت ريم الرياحي بعد مرور 3 أشهر على أنباء القبض عليها بصحبة عشيقها في فراش الزوجية أنها تعرضت لأسوأ موقف في حياتها، مما دفعها للغياب عن الساحة الفنية والإعلامية منذ ذلك الوقت، حيث أكدت ريم الرياحي أنها تعيش فترة صعبة منذ خروجها من هذه المحنة واضطرت للجوء إلى العلاج النفسي، مشيرة إلى أن اتهامات قضية الزنا والعثور على مخدرات في منزلها لا أساس لها من الصحة وكلها شائعات ومؤامرة عليها. ونفت أن يكون إنهاء زواجها وطلاقها من المخرج مديح بالعيد بسبب الخيانة، ولكنه كان انفصالا عادية بسبب خلافات أخرى، مؤكدة أنها كانت في منزلها بصحبة أبنائها حينما داهمت العناصر الأمنية المنزل. واستردت ريم الرياحي أنه لا وجود لقضايا أخلاقية، ورغم تفتيش منزلها اقتادتها القوات إلى وحدة أمنية قرب العاصمة التونسية دون سبب واضح. وكشفت الروايات المنتشرة حول الواقعة أن زوج ريم الرياحي المخرج مديح بالعيد زرع كاميرا مراقبة داخل شقة الزوجية الكائنة في حي النصر شمال وسط العاصمة التونسية دون علم زوجته، وعقب تفريغ الكاميرات تبين أن زوجته تدخل رفقة شاب لا يعرفه. مديح بالعيد مخرج تونسي يسكن في فرنسا، وتردد أنه أسقط الدعوى المقدمة بحق زوجته عقب ساعات من القبض عليها، لكن مصيرها أصبح بيد النيابة العامة بحسب مواقع تونسية بعدما تم القبض عليها. ريم الرياحي ممثلة تونسية معروفة اشتهرت بتقديم الاستعراضات في برامج رمضانية، وعرفت بجمالها وقدمت أدوار شهيرة في مسلسلات درامية تونسية، لكنها اختفت عن الأنظار فترة للاهتمام بأسرتها وأبنائها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس للوصول إلى المزيد من الفيديوهات. ابقوا معنا.